الاقتصاد الإسلامي حينما يذكر احنا بنذكره كعلم، يعني بينظر للواقع ويفسره، وأيضا في نفس الوقت علم بينظر إلى ما يجب أن يكون. ببساطة هو بيحاول يوفق بين حاجات الإنسان الروحية والمادية وبين ما استخلفهم الله عز وجل فيه من موارد وفقا لقيم وضوابط ومقاصد الشريعة من أجل أن يحقق للناس الرفاه في الدنيا والآخرة. مؤسسات الاقتصاد الإسلامي يعني عديدة، يعني هو للأسف تم حصره اليوم في البنوك الإسلامية، لكن هناك بنوك إسلامية، هناك شركات التكافل، هناك الوقف الإسلامي، هناك المشروعات الحكومية نفسها الخاصة بها، هناك أيضا راجل البقال البسيط اللي بيبيع في محله ويتقي الله عز وجل. يعني الاقتصاد الإسلامي شامل سلوك الإنسان بصفة عامة، سواء إذا كان فرد أو إذا كان مؤسسة أو إذا كان دولة حتى. يعني النهارده الوضع بيتوقف على أين أنت، ما هي قوتك. إذا كان لك قوة هتفرض إرادتك، هذا يحتاج نوع من المراحل للتطبيق، ولعل مثلا فكرة التكتلات الإسلامية إذا وجدت هيكون شيء جيد في الخطوة دي، سواء إذا كان تكتل متعلق بالجانب المالي أو الجانب النقدي، دي كلها خطوات بتمشي، أو حتى تكتل في العمل الخيري ما بين مؤسسات الأوقاف نفسها. كل ده ممكن يتم، بس الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، لأن العالم الآن يسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، فشيء طبيعي هي تدافع عن الدولار وعن عملتها وعن اقتصادها بكافة السبل، فيحتاج الأمر إلى نوع من الصبر وإلى استراتيجية وخطة للوصول للهدف اللي أنت عاوزه. النظام الرأسمالي حقيقة هو أقرب للنظام الإسلامي، بس مشكلة الرأسمالية في عيوبها القاتلة من احتكار، من حرية مطلقة، من ملكية شرسة. لكن الإسلام يستطيع بضبط ذلك، أن احنا عندنا الإسلام ملكية نظيفة تم في حضن القيم الإيمانية، وأيضا الإسلام بيركز على الملكية الخاصة وبيراعي أيضا الملكية العامة جنبا إلى جنب. من حيث الحرية عندنا حرية اقتصادية منضبطة، من حيث التكافل الاجتماعي أساس من أسس النظام الاقتصادي الإسلامي، لكن في الغرب للأسف هذا مفقود أساسا. فاحنا لما نيجي نتكلم فعلا بالنسبة للرأسمالية، الرأسمالية دلوقتي لو غطت معايبها هي هترجع للإسلام بطبيعتها، لأن كلما الرأسمالية ارتفعت بقدر قربها من الإسلام وانتكست بقدر بعدها عن الإسلام. صحيح الواقع الآن، لأن هناك قوة مهيمنة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بتفرض إرادتها كما تريد بقوة السلاح والأساليب التي تتخذها في ذلك، لكن العدل هو الإسلام، هو دين العدل والذي يستطيع أن يحقق العدالة. الواقع الآن العدل مفقود في العالم بهذه الصورة، ولذلك الآن للأسف العالم كله يأكل في بعضه، وده نتاج لسلوك الولايات المتحدة والدول الغربية وتآمرها على الدول الإسلامية. الاقتصاد العالمي نحن نستطيع الآن ننفك مرة واحدة عن الاقتصاد العالمي، لأن هناك الآن عملة الدولار وهناك علاقات دولية موجودة في هذا الجانب، ولكن هناك فرصة الآن بعد سلوك الولايات المتحدة العدواني تجاه الاقتصاد التركي اللي تكرر أكثر من مرة، إن النهاردة نرجع إلى نظام المدفوعات الثنائية أو المتعددة، ونعمل نوع من التكتلات الاقتصادية، وحتى نتعامل بنفس العملات بين الدول وبعضها البعض، ونزيد من هذا الوضع داخل العالم الإسلامي كله، خاصة بما يتعلق بتركيا. الإسلام أصلا حينما تتكلم عن الإسلام تتكلم عن الإسلام هو حاكم للسلوك الاقتصادي، فلذلك نقول اقتصاد إسلامي. الاقتصاد الإسلامي له القدرة على تحقيق التوازن في الحياة، الموازنة ما بين الدخل والإنفاق، البعد عن الديون وعدم الوقوع رهينة للدين. الإسلام فعلا هو لو كان هو المحرك لسلوك الإنسان الاقتصادي لاستطاع أن يكون في أمن نفسي وأمن مادي. سبب تخلف المسلمين أن هم تركوا منهج الإسلام ليس في الاقتصاد فقط، ولكن أيضا في كافة الجوانب، السياسة حتى بصفة خاصة والاقتصاد، فتركوا هذا المنهج فتخلفوا. الحلول في هذا الوضع ان احنا فعلا نرجع لديننا. ربنا عز وجل خير الامه دي، قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق ايضا بالجانب الاقتصادي، فاذا فقد هذا الموضوع ادي حالنا الان ان احنا اصبحنا نمد ايدينا لغيرنا، غالبيه الدول الاسلاميه. لكن انا بستثني من ذلك تركيا واندونيسيا وماليزيا، الان عندهم قوه اقتصاديه يستطاع ان يبنى عليها في العالم الاسلامي. لان القضيه الان ان هناك من لا يريد لتركيا ان تقوم، حتى من بعض الدول العربية، كما حدثت الخيانات قبل ذلك في تاريخ الدولة العثمانية، فالتاريخ يكرر نفسه، إن في ناس لا تريد للحق أن يقوم. فأعتقد أن القصة أو القضية محتاجة بس بعض الوقت وبعض التخطيط الجيد للتعامل في عمل تكتلات اقتصادية حتى ولو كانت جزئية، ثم تم هذه التكتلات وتكون تركيا هي البؤرة لها.